كان لازم اعمل لكم شوية سسبنس كده، عشان انا اللي عنده النهاردة يستاهل. انا عند ابو فحمة اللي بيشوي اللحمة، والدنيا دايما عنده زحمة. ابو فحمة كبابجي بس بطابع خاص، بيشوي الاكل بفن، ما بيشووش كده وخلاص. ابو فحمة بيشوي كل حاجة، تخيلوا بيشوي البانيه وبيشوي السجق، ده حتى الحواوشي عنده مشوي. ابو فحمة من علامات حلوان، اللي ينزل حلوان يسأل على ابو فحمة كل الناس هتدله عليه. يلا نشوف ابو فحمة وهو بيعمل العظمة دي، وناكل عنده كمان واقول لكم رأيي في الاكل ايه. وخش على ابو فحمة عشان ناكل لحمة. بص ابو فحم ده يعني ده احنا اختراع. احنا قررنا نعمل اكل بيتي بس في السوق. اكلنا الحمد لله والشكر لله مختلف عن اي حد تاني. شغلنا فراخنا الحاجه كلها فريش، يعني بدايتنا كلها فريش، ما نجيبش حاجه مجمده خالص. فربنا وفقنا والله، بقى لنا كده داخلين على دي السنه الثامنه ان شاء الله باذن الله، والحمد لله الناس عارفانا كويس. يعني خلاص شغلنا كله فحم، هنعمل كل حاجه على الفحم حتى ابو فحم جت منها ابو فحم. بص الحمد لله احنا بنعمل كباب فيليتو، يعني لحم كباب فيليتو، كباب ضاني، بنعمل فراخ مشويه، بنعمل شيش طاووق، بنعمل بانيه مشوي، بنعمل سجق مشوي، بنعمل طرب، بنعمل حواوشي، بنعمل حواوشي نضيف له جبنه، يعني بنعمل رز بسمتي وسجق مشوي. كل حاجه عندنا مشويه على الفحم. ده حتى البانيه انتوا بتعملوه؟ والبانيه مشوي على الفحم، كله الحمد لله مشوي على الفحم، كله الحمد لله. يعني الناس بتدوق وعارفه يعني ايه حواوشي ابو فحمه، وعارفه يعني ايه كفته ابو فحمه، عارفه يعني ايه فراخ ابو فحمه. احنا الفراخ يوميا طازه بطازه، ما بنجيبش فراخ مجمده برضه، يعني كله عندنا فريش الحمد لله الشكر لله. احنا هنا في حلوان شارع يوسف، تقاطع شارع برهان. احكي لي بقى النهارده يا باشا. بص احنا عايزينك تاخد منيو، انت تاكل تقول انا عايز كذا، تدوق وتقول للناس. انا عايزك انت تقول للناس، انا مش لو قلت لك كل كذا هيقول لك هو ده المميز اللي عنده، لا انا عايزك انت تختار. لو عايز من كل صنف حاجه اعملها لك، انا مستعد يعني. السلام عليكم. انا جاي اكل عند ابو فحمة يا باشا بحلك تعالى. والله. بصوا دول طبعا الرجاله اللي شغالين في المطعم، طلع احلى اكل للاهل حلوان. النهارده كفته واكل ايه تاني؟ هتاكلني تاني وشيش. يبقى ناكل كفته وشيش ونجرب الكفته والشيش عندهم. اتعرف على حضرتك الاول. محمود بقالك كام سنه شغال؟ بقالك 40 سنه. 40 سنه في المهنه، وثلاث ارباع محلات حلوان وماي وحدائق حلوان تعرف مين هو محمود كفته. 8 سنين في ابو فحمه ما اتحركتش منه. تاكلني كفته وشيش. لك اللي نفسك فيه كله ان شاء الله. ماشي. وايه الجمال ده؟ وايه السجق ده؟ ده سجق بلدي اهو. بسم الله ما شاء الله. الكفته ايه؟ ما شاء الله. ده شيش طاووق. ده الشيش. ده الشيش كده قرب شويه الشيش كده. بص كده. سلام يا سلام. الحمد لله. انت جريت ريقي والله. 8 سنين ابو فحمه الحمد لله في تحسن وفي تقدم، وحاجتنا مميزه والطعم بتاعنا مميز، وناس كتير الحمد لله بتشكر في اكلنا. انت عارف انا قلت له انا بعرف المحل الجامد من ايه؟ من الكفته بتاعته. انا ما بغشش حد على فكره، يعني الاكل لو قلت لي في حاجه هقول. حضرتك برضه هنعرف رايك. ايوه هنعرف رايك، والراي الاول والاخير ليك. ماشي. يا كسبتك كسبون وجبت لي زبون، يا خسرتك كسبون وضيعت مني زبون. احلى طبق شيش تاكلوه في حلوان كلها، يمكن كمان لحد المعادي مش هتلاقوا طبق زي ده. ايه الجمال ده؟ ده طرب ده صح؟ ده طرب. ايوه وريني بقى كده. اللهم صل على النبي. ارفع بقى كده. ايوه نوري الناس بصوا الجمال اصلا. انت اللي عامل الشغل ده؟ انا اللي عامل الشغل. اللهم صل على النبي. وشغل الكفته كمان والكباب اهو. المعلم. بص الحاجات. لا انتوا هتاكلونا اكل جامد النهارده. بسم الله ما شاء الله. بانيه. شغل بانيه. ده بانيه ها؟ بانيه. الشيش اهي. طب انا بقى ايوه. يا سلام عليك. ماشي. يعني ده شيش وده شغل البانيه. انت بتعمل بانيه مشوي برضه. بانيه مشوي. بس السجق برضه بتاعنا هنا اهو. شيش طاووق كمان اهو. شيش طاووق على النار. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ والحواوشي كمان. حواوشي. وده ايه؟ كل عوق ده شيش. شيش طاووق ده. والله العظيم حاجه تفتح.
ندوقها ونقول لكم رايي فيها ايه. والاكل وصل. بصوا بقى اتفرجوا على الاكل وجماله. اتفرجوا انت عملت لي ايه؟ انت عملت لي جريمه اكل كده، جريمه. وكفته بسم الله ما شاء الله. حاجه يعني حاجه تفرح. شيش وكفته وسجق وبانيه. بصوا بسمتي وشوربه طحينه. عايز اقول لكم تحفه. بصوا منظر الطبق، بصوا منظر الطبق عامل ازاي. شكرا يا عسل. الشيش بتاعهم خطير، ريحته حلوه قوي. تعالوا ندوق بقى بالسلطه. ناخد الاول حته عيش وبعدين نحط فيها حته الشيش دي اللي عامله زي الالماظ، وننزل بسلطه الطحينه كده ونقول بسم الله. بجد مفيش احلى من كده. السجق البلدي برضه كله في الطحينه، كله في الطحينه. حلو قوي، حلو قوي بجد. السجق معمول والتسويه بتاعته حلوه قوي، واللحمه اللي محطوطه جوه ريحتها حلوه قوي. حته البانيه دي انا ما شفتهاش مشويه قبل كده بصراحه. بصوا عامله ازاي. نقول برضه في الطحينه، برضه في الطحينه، كله في الطحينه. بصوا بقى الكفته انا ما بحطهاش في عيش. الكفته دي تتاكل كده لوحديها عشان اعرف زي ما قلت لكم دي سر الكباب دي. لو دي حلوه يبقى كل حاجه عند الراجل ده هتلاقيها حلوه. نقول بسم الله بقى. نغرقها الطحينه. اللحمه طريه جدا، طريه جدا، ما بتعضش. معنى كده ان هي فيها كميه لحمه كبيره، ما فيهاش شحوم وما فيهاش شغط والكلام ده. التسويه بتاعتها رائعه، رائعه بجد. الشيش متنقي بالواحده، يعني الشيش ده متنقي بالواحده. ده الناس دي ما بتهزرش يا جماعه. نشرب ميه السلطه بتاع ابو فحمه.